انا جيت. صباح الخير ومساء يا جدعان وفيديو جديد. ميسي يروح للدوري الامريكي، الدوري السعودي يبقى مليان نجوم كبار بشكل رهيب ويبقى من الدوريات الكبيرة فعلا. غلطات الفار في الدوري الانجليزي، جود بيلينجهام بيسجل لريال مدريد. لعيبة الريال والصليبي، رئيس الاتحاد الاسباني بيبوس كابتن المنتخب بعد الفوز بكاس العالم للسيدات، ومانشستر سيتي بطل الثلاثية. 2023 خلصت والصراحة كانت مليانة بأحداث كروية رهيبة. مش عارف بجد أبدأ بإيه ولا إيه، بس تعالوا نحاول نتكلم في أهمهم. بص، إحنا مش هنمشي بالترتيب، اللي هفتكره هقوله. بيس، أنت ممكن تفتكر إني ممكن أبدأ الفيديو ده ببيب جوارديولا وثلاثية مانشستر سيتي. دي كانت لحظة كبيرة طبعا ومهمة، بس خلونا نبدأ بحاجة تانية. جيرونا واخد الموضوع جد بقى، ها، مركز تاني في الليجا ومش بيعدي اي نقطة بسهولة قصاد اي فرقة بيلعبها، والفرق بينهم وبين الريال فرق جوال بس لحد دلوقتي، خلي بالك، وفرق 10 نقط بين المركز الثالث والرابع اللي هم اتلتيكو وبرشلونة. انت متخيل؟ يوناي إمري مع استون فيلا بينافس على صدارة الدوري الانجليزي بعد الجولة ال20. الراجل عامل عظمة مع النادي لحد دلوقتي، لكن خلونا نستنى ونشوف ايه اللي هيحصل في الاخر، لان انا وانت عارفين ايه اللي بيحصل في النص التاني من كل موسم في الدوري الانجليزي. هتلاقي بيب قام فايق وقام عامل لك سلسلة انتصارات مش طبيعية واخد الدوري في الاخر. فضايح الفار السنة دي كانت رهيبة، وجول ليفربول في توتنهام اللي اتحسب اوفسايد كان من ابرزهم. ها، الموضوع ده بجد غريب جدا بكل تفاصيله بقى، وكل ما بفتكره بضحك جدا. حكم الراية بيحسب الكرة اوفسايد، حكم الساحة بيسأل اللي في أوضة الفار ايه يا رجالة القرار صح؟ حكام الفار قالوا له صح، وكل واحد فيهم يقصد حاجة تانية خالص. حكم الساحة يقصد انه اوفسايد، وحكم الفار يقصد انه جول صحيح. صفقة جود بيلينجهام لريال مدريد، الواد عدى توقعات اي حد في الحياة، بسم الله ما شاء الله، يعني اداء خرافي من بداية الموسم. اتمنى ما يتصابش زي باقي زمايله. ومن هنا ممكن نروح للحظة التانية، وهي اصابة لاعب من ريال مدريد بصليبي، ميليتاو، كورتوا وديفيد ألابا. انت متخيل سوء الحظ ده؟ غير الاصابات التانية للاعيبة مختلفة. رغم كل ده لسه لحد دلوقتي الريال بينافس على كل البطولات، متصدر الليجا ومتأهل اول مرتاح في مجموعته من دوري الابطال. المنتخب الاسباني للسيدات يحققوا كاس العالم. بص، انا مش متفاجئ الصراحه، لانهم كانوا بيلعبوا كرة حلوه قوي في الماتش النهائي عكس منتخب انجلترا اللي كانوا بيشلوحوا اي عبث. لكن يجي في الاخر رئيس الاتحاد ويبوس كابتن الفريق جينيفر هيرموزو علشان بعدها يقال من منصبه. والموضوع ده بجد غريب فشخ، يمكن من اغرب اللقطات في السنه. سيب لي رايك تحت، ايه اغرب لقطه للسنه؟ جوارديولا اخيرا يحقق دوري الابطال مع مانشستر سيتي بعد كل المحاولات العجاف، ومش بس الابطال، الراجل كسب كل حاجه مع الفريق. عايز اعمل شاوت اوت لرودري تحديدا بين كل لاعيبه مانشستر. الراجل ده مش طبيعي يا جدعان في نص الملعب، والله بجد عاش فشخ. لقاء صحفي صادم بقى، ديلي ألي وهو بيقول او بيحكي قصه طفولته المأساويه وكل اللي اتعرض له. كانت لحظه ادراك مهمه. ليفربول عايز لاعب 6، تمام، هنجيب لافيا، راح تشيلسي. هنجيب كايسيدو، راح تشيلسي. موقف من لاعب هيبين لك ان الكرة لسه مش فلوس بس، ولا ممكن يبقى فيه ولاء لنادي معين ويفضل معاه. هبوط ليستر سيتي وبقاء جيمي فاردي معاهم. انا عن نفسي بحب فاردي جدا وقصته بكل تفاصيلها، ممكن نبقى نعمل عنه فيديو قدام. عكس لعيبة تانية كلاب فلوس واشتروا 5 بيوت في اسبانيا، تحديدا مدريد، يعني خلال السنة اللي فاتت بس. المهم، صفقة هاري كين للبايرن ومفاوضات مع دانيال ليفي، وكمان صفقة الواد كول بالمر لتشيلسي. مين كان يتوقع من الواد ده كل الجمال اللي بيقدمه في الملعب؟ لعيب حلو قوي، بالذات لما بيلعب 10 مؤخرا، كان مؤثر اكتر مع الفريق. صغير في السن وشخصيته جوه الملعب راسية وتحسه ناضج كده. تعالوا نفتكر لحظة درامية بقى. فاكر اخر ماتش في الدوري الالماني؟ دورتموند محتاجين بس يكسبوا ماينز علشان اخيرا ياخدوا اللقب من البايرن، لكنهم يتعادلوا ويروح الدوري في اخر لحظة.
سوء حظ رهيب مع رويس، اعتقد دورتموند مفيش منهم امل بقى خلاص. ومن هنا ممكن نروح لتشابي الونسو مع بايرن ليفركوزن. الراجل عامل عظمه مع النادي لحد دلوقتي. في الحقيقه بدعمه يستمر ويخطف اللقب من البافاري علشان حلوه قوي كده بقى. 11 دوري ورا بعض كتير قوي، ولا 12؟ والله الرقم من ضخامته يلخبط مشجعين البايرن نفسهم. نابولي يحقق السكوديتو بعد غياب سنين واداء عظيم لكفاراتسخيليا واوسامين طول الموسم. الانتر يروح لنهائي الابطال وانزاجي يعمل ماتش عظيم على بيب الصراحه، لكن يخسروا في الاخر. صفقه الواد تونالي لنيوكاسل. بص، ميلان كانوا عارفين وش ان الواد بيراهن على الماتشات قبل ما يبيعوه. اصل ميلان مش نادي سهل زي ما انت متخيل، لا خالص. انت لو دققت ورا اي كارثه بتحصل في الدوري الايطالي هتلاقي ميلان بشكل ما وراها. المهم كل الدعم للميلان، القرار كان صائب طبعا مفيش اي شك. فينجر وقراراته اللي عايز ياخدها في تغيير قوانين الاوفسايد، برضو مؤخرا موضوع السوبر ليج والموافقه على اقامته. الموضوعين دول مهمين فشخ وهيغيروا اللعبه تماما لو تموا، رغم كل تحفظاتي عليهم او على السوبر ليج تحديدا، ورغم عدم موافقه الانديه للمشاركه في السوبر ليج لحد دلوقتي. لكن خلونا نشوف ايه ممكن يحصل. ميسي يروح لانتر ميامي بعد ما حسينا ولو للحظه ان ممكن يكون في رجوع رومانسي لبرشلونه مره تانية، لكن ما يحصلش. وبعدها ياخد البالون دور وتحصل خناقات كتير حوالين هل يستحقها ولا لا. لكن ما علينا من الخناقات دي. رونالدو يخلص السنه ب 54 جول، رقم ضخم طبعا، لا غبار يا ملك والله. لو هنفتكر سوا افضل اجوال للسنه عموما، فاول حاجه جت في دماغي جول الواد جرناتشو والباكورد اللي عملها في ايفرتون. يا الله الجول ده رهيب. بعدها كرة الواد دي ماركو مع الانتر. بص، اعتقد انه كان بيفكر يرفعها بس الكرة راحت على الجول بشكل غريب. ايا كان يقصد ايه، بس الجول رايق. تالت حاجة ويمكن اخرهم، جول الواد رودريجو ضد اتلتيكو مدريد لما رقص الفريق كله ودخل ال 18 وحطها في الضيقة في اوبلاك. يا الله جول رايق. الجول ده كان في اول السنة خالص لو تفتكروا. اكيد في جوال تانية رايقة وارد اكون نسيتها، فكرني بيها تحت في الكومنت وقول لي شايف ايه افضل جول للسنة. بس كده دي كانت كل حاجة تقريبا جت في دماغي عن الاحداث الكروية الكبيرة اللي حصلت السنة اللي فاتت. لو في اي حاجة انا نسيتها فكرني بيها تحت برضو في الكومنت. ما تنساش تدعي لكل اخواتنا ربنا ينصرهم ويقدرهم على كل اللي بيواجهوه ده. سلام.